السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. هاي تعلم العتابة العراقية البيات، والصبح هم راح نطي درس هيك خفيف عليه. اللي حاب الفيديو يبقى لنهاية الفيديو اذا يريد يتعلم. راح اعزف بالبداية مقدمة، اذا حاب تتعلمها ابقى لنهاية الفيديو. هاي العتابة التشريقة بيات. هذا السيت راح اقرا لكم اياه بالتليجرام. هو هذا السيت مو مال عتابة، بس لقيت هذا الصوت حلو يعني العزف العتابة، واختاريت هذا الايقاع. شوفوه بيا مكان. انا هم تيهته اياته. برقم 6 اول ايقاع تختارونه، وتختارون هذا الصوت رابع صوت. تثخن الصوت تخفف حسب الروحية مالتك. والعزف راح يكون كالتالي. شوية راح اعزفه شوية، مو يعني ما راح اسوي بطيء فد مرة حتى الفيديو لا يصير طويل. بالبداية راح تشرق هذا الحرف وهذا الحرف، السي والفاء، وراح تبدأ اول خطوة هي تشغل ايقاع وتسوي هاي الخطوة. هاي اول خطوة، اعيدها النوب مرة. وراها تجي تسوي هاي. هاي الخطوة الثانية. انت مو من اليوتيوب، اذا تريد تنزل الفيديو وتعلمه يعني خطوة خطوة، مو تبوع عليه هيك 5 دقائق وتريد تتعلمه. اكيد يعني يحتاج هذا الفيديو يبقى يمك يوم يومين حتى تدرسه خطوة خطوة وتتعلم عليه. شوف تابع الخطوة الثانية. والنوب هاي الخطوة انا ما سويتها بالعزف، بس هم موجودة هاي الخطوة. هاي الخطوة حلوة تجي بالعزف. شوف ترجع تسوي نفس الخطوة الثانية. هاي بالنسبة للعتابة العادية، او اي هاي العتابة العادية. بعدين هذا الحرف هذا المشرقة تشيله وتيجي تسوي هاي الخطوة.
انت اذا تحفظ مكان اللوحات بعد يصير عندك العزف سهل، تعرف وين تروح وين تجي. انت ما دام تمشي على هاي اللوحة، ما راح يصير عندك خربطة. حتى لو مثلا مفتاح تنسى ما تدوس عليه، يعني بس مجرد تعزف على هاي اللوحة راح يجي عندك عتابة. شوف، هذا كل ما هنالك. السيت راح اخليه بالتليجرام، اخر سيت هو راح يصير. شوف هذا اسم السيت، 3 احرف ام وقدامه السيت. نزلوا من التليجرام.